تنسيق الثانوية العامة 2024. ركزوا معايا كويس، النهارده هنعرف تنسيق الثانوية العامة 2024. أنا عارف كويس إن أنتم مستعجلين، ده حتى اللي لسه جايب النتيجة النهارده عايز يعرف التنسيق، أنا مش عارف إزاي. كل شوية في التعليقات عاوزين نعرف التنسيق، يبعتوا لي خاص على الفيس عاوزين نعرف التنسيق. فأنا حبيت أريحكم، أنا هريحكم دلوقتي وهقول لكم على تنسيق الثانوية العامة 2024. فركز معايا كويس في الفيديو. لو انت بقى اول مره تشوف القناه هتلاقي تحت اعمل اشتراك في القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان زمايلك يرتاحوا. ويلا مع بعض نعرف التنسيق. طبعا انتوا محتاجين حد يطمنكم باي درجه وخلاص، سواء توقعات او تنسيق فعلا عايزين تطمنوا باي طريقه. انا هقول لكم حاجه عامه، يعني التنسيق مش بيظهر غير لما كل المحافظات النتيجه بتاعتها تظهر. طبعا انت اتصدمت وعايز تعرف التنسيق، برضه اعرفك التنسيق بس اصبر شويه. حاليا دلوقتي الكل عايز يعرف التنسيق، والتنسيق مش هيظهر رسميا غير لما كل المحافظات تخلص. يعني التنسيق رسميا هيظهر امتى؟ لما كل المحافظات تخلص والنتيجه بتاعتها تظهر. حاليا دلوقتي في محافظات لسه النتيجه بتاعتها ما ظهرتش، فلما تظهر النتيجه بتاع كل المحافظات التنسيق هيظهر. بس يلا مع بعض كده نعرف شويه توقعات. حاليا دلوقتي في موقع من ساعتين بالظبط كده نزل توقعات للتنسيق بتاع السنه دي، يعني حسبها كده نسبه نجاح السنه اللي فاتت ونسبه نجاح السنه دي، ونزل توقعات للتنسيق. ده مش كلام نهائي، يعني التنسيق اللي انا هقوله دلوقتي ده مش كلام نهائي. ويلا مع بعض نعرف التنسيق. انا كاتبهم هنا لان انا ما عنديش وقت ان انا احفظ بصراحه، يعني انا واحد عندي امتحانات بس حبيت اريحكم وخلاص. اول حاجه معانا الجيزه، اول محافظه معانا الجيزه هتاخد السنه دي من 220. اشمعنى بقى 220؟ لان نسبه نجاح السنه دي اعلى من السنه اللي فاتت ب 3% تقريبا. السنه اللي فاتت نزل لحد 218، السنه دي هياخد من 220 الجيزه. وركزوا التنسيق اللي انا هقوله ده مرحله اولى، يعني التنسيق اللي انا هقوله ده مرحله اولى، لسه في مرحله ثانيه وثالثه، فما حدش يتخطى. يبقى اول حاجه الجيزه هتاخد من 220. بعد كده الاسكندريه هتاخد من 225. الاسكندريه من كام؟ من 225. بعد كده بورسعيد من 230، بورسعيد 230. وزي ما قلت لكم دي المرحله الاولى، لسه في ثانيه وثالثه. الوادي الجديد 234، يبقى الوادي الجديد 234. بعد كده سوهاج 258. انا مش عارف ده تنسيق الثانويه العامه ولا تنسيق مدرسه المتفوقين بصراحه، يعني تنسيق، يعني انا كنت زعلان على تنسيق الدقهليه. دي سوهاج صدمتنا بصراحه. يبقى تنسيق سوهاج 258 ومحدش يتخض، دي مرحله اولى، لسه في ثانيه وفي ثالثه. يا عم ما تقلقش لو انت جايب 240 ولا حاجه او 235 برضه. بعد كده دمياط 235، دمياط 235. الدقهلية 250، برضه ما تخافش ولا تتخض لو انت جايب 240 مفيش مشكلة، لسه في مرحلة تانية وفي مرحلة تالتة عادي هتلحق برضه. بعد كده البحيرة 235 ودي مرحلة أولى، وطبعا البحيرة السنة اللي فاتت نزلت لحد 220، يعني السنة دي ممكن تنزل لحد 222 23 حاجة زي كده. دي بقى المحافظات ان النتيجة بتاعتها ظهرت، لسه في محافظات تاني النتيجة بتاعتها ما ظهرتش، عشان كده ملهاش توقعات معانا. يبقى هي دي التنسيق بتاع يعني بتاع المحافظات اللي ظهرت دي توقعات. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. يا ريت يعني اتمنى تكونوا ارتحتوا شويه. ودي المرحله الاولى، ده توقعات المرحله الاولى. وما تقلقوش في المرحله الثانيه بينزل كتير، ممكن ينزل 5 درجات، في محافظات بتنزل 10 درجات، وفي بتنزل لحد 15 درجه. فمحدش يتخض ولا يتفاجئ، ومش هتفرق انك تدخل ثانوي عام مرحله اولى او ثانيه او ثالثه، مش هتفرق، مش المهم انك تدخل ثانوي عام. كده يكون الفيديو بتاعي انتهى. والمحافظات اللي لسه النتيجه بتاعتها ما ظهرتش لما تظهر ان شاء الله يعني هطلع اعملها توقعات زي كده، يعني مش انا اللي بعمل التوقعات دي توقعات بلاقيها على جوجل يعني. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله يكون فيديو مهم برضه ثالثه اعدادي عشان انا اعرف ازاي نقدم والحوارات دي. والسلام عليكم ورحمه الله.